الإخوة الكرام، أسعد الله أوقاتكم. كما تحدثت يوم أمس أن اليوم رسالتي ستكون ردا على خطاب دجال الضاحية، وبنفس الوقت رسالة لقادة حماس. أولا، أنا لي الشرف كسوري منذ أكثر من 12 عام ونحن نواجه هذا المشروع والتزاوج بين المنظمات الإسلامية وبين إيران وحزب الله، لما عرفناه من شر ومجازر ارتكبت بحق الشعب السوري. لكن اليوم لا أتحدث بهذا الموضوع. الدماء، بحر الدماء يسيل، غزة تمحى عن بكرة أبيها، المدنيين يقتلون، يشردون، يموتون تحت الأنقاض، وهؤلاء أهلنا من دمنا ولحمنا، أعزاء على قلوبنا. لكن سأرجع إلى هذا المستوى من التدني والوقاحة الذي ظهر به دجال الضاحية. أولا، سأذكر أمرين هامين. الأول، أن فائدة هذا الخطاب مع التلون والجمباز القرف الذي يتبعه هذا الوحش، لكن هناك شيء ظهر فور انتهاء الخطاب، هو الاطمئنان لإسرائيل ولشعب إسرائيل ولحلفائهم في أمريكا. هذا فائدة لهذا الخطاب. الشيء الثاني، أن هناك الخطاب كله دجل إلا الأمان والاطمئنان لإسرائيل وجمهورها. ونحن لنا مواقفنا ضد قتل الأبرياء بكل الاتجاهات، لكن هناك أمر هام ونقلة نوعية اتبعها هذا الدجال، وهو ما يتوجب الوقوف عنده. أولا، تنصل من أي علاقة فيما يحصل وما حصل في غزة وفي المعارك الأخيرة، وقال أنه كان لا يعلم ساعة الصفر، لا هو ولا إيران. وهذا الأمر ما يؤكد على وقاحة هذا الخط وهذه القوة الغاشمة، وكأنه لا يطلع على ما صرح به هو وعوانه وأبواقه الرخيصة في المستقبل القريب. 3 شهور والاجتماعات بكل وقت بين قادة حماس وقادة فيلق القدس ووزير خارجية إيران في لبنان، اجتماعات وتصاريح ووحدة الساحات، وهذا الدجل الذي جلب الخراب والدمار. تصوروا أخوتي أن هذا الدجال لا يعلم ساعة
هذه المعركة ساعة الصفر. وبنفس الوقت يتبرأ ويبرئ إيران من هذا العمل، وذهبت كل وعوده وكل خطاباته إلى مزابل التاريخ أن احتلال غزة ممنوع، وأن كله دجل بدجل وكذب مع وقاحة. الأمر الهام جدا هذه النقلة النوعية بالتبرؤ من ما عملت عليه حماس. هذا شيء خطير جدا، ويتوجب على قادة حماس وعلى خالد مشعل بالذات، الذي في الأيام الأولى للمعركة طالب هو وبعض رفاقه من حزب الله أن يتدخل بشكل فاعل، وهذا ما أغضب الحزب، وانطلقت بلاليع الحزب لتشتم على خالد مشعل وعلى رفاقه، ويتهمونه بأنه بالفنادق، يقيم بالفنادق وليس له علاقة بما يحصل في غزة. هنا السؤال: يا أستاذ خالد مشعل، ألا يتوجب منك الرد على هذه الافتراءات؟ ألا يتوجب عليك أن احتراما لدماء أهل غزة والدماء الفلسطينيين ولهذا الدمار الهائل الذي حصل، ألا يتوجب منك أن تخرج وتعلن إن كان هذا الحزب وهذا الخط الإيراني على اطلاع وعلى شراكة في كل ما حصل؟ إذا كان هذا الأمر حقيقة فاعلنها، لأن هذا يحملك مسؤولية كبيرة اتجاه الأبرياء والدماء التي تسيل. يا سيد خالد مشعل، دماء الأبرار، دماء الأطهار، دماء الأطفال، دماء أهلك تسترخي ضميرك أن ترد على هذا المفتري. إذا كان لا يعلم وكانت إيران ليس لها علاقة فاخرج وقل وتقدم باعتذار لهذا الخط الشرير. وأنا أعرف وكل الناس تعرف أنهم كاذبون، حاقدون، غدارون. الشعب الفلسطيني هو الذي يعلم الجميع من شهور وسنوات، وأنا أسمع أحد علماء الضفة الغربية وهو يقول: احذروا لن ينصروكم. أنا سمعته بإذني وبعيني لعدة مرات، هذا الشيخ الفاضل وهو بالضفة، وهو يقول: احذروا، إيران لم تنصركم. لكن للأسف وقع القدر، ولا أريد أن يكون حديثي هو عبارة عن تصفية حسابات، لكنني أتقطع مثل كل السوريين على أهلنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة. يجب أن يكون الرد مثلما استفادوا وتعاونوا معكم ليأخذوا غطاء أنهم يريدون تحرير القدس. هؤلاء الكاذبون، هؤلاء القتلة. يجب يا سيد خالد مشعل أن تخرج إلى الملأ وتقول كلمة حق في سبيل الله، ستحاسب عند الله. ولتعلم أنت ورفاقك في حماس
خارج فلسطين، خارج غزة، أن عدوكم الأول الآن هو إيران، وعدوكم الثاني إسرائيل، لأن إسرائيل تريد القبض عليكم، لكن إيران تريد قتلكم لتخفي الحقائق. من الآن أصبحتم تحت الخطر، لتعلموا من قتل الحريري سيلحقكم بعبواتي. أنتم أعرفوا مني بهذا الحزب وهذا الخط الشرير وإمكانيته بالإرهاب والقتل. احذروا احذروا، ستقفون أمام الله. قولوا كلمة الحق، قولوا أنهم غدروا بكم، قولوا أنهم تخلوا عنكم وتخلوا عن فلسطين وتخلوا عن أهل غزة. أمام الله ستحاسبون. وليتذكر الجميع أن الخطر الأول عليكم هو من هذا الخط الشرير الإيراني وحزب الله، لتعلموا أن رفاقكم من قتلوا في منظمات أخرى تم تسليمهم وقتلهم بالتعاون مع إيران. ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى المعلومات. كفاكم، أصحوا من غفلتكم، اخلعوا هذه العباية عنهم. هناك ناس بسطاء غرتهم المشاعر، لكن من يعرف هذا النظام، هذا الحزب الإرهابي وهذا النظام المجرم الإيراني الذي قتل شعبه وقتل شعوب المنطقة كلها، يعرف أنه هو من يحمل الغدر والحقد على هذه الأمة وعلى هذا الشعب. أتمنى أن نسمع منكم كما خرجتم لتزلزلوه بدعوتكم له أن يشارك بالقتال، والآن أصبح في تمثيلية العمود. هذا هو نضاله، هذا هو الطاغي. لن أتكلم أكثر في هذا الوقت، ولكن احذروا، جاء دوركم، وستذكرون ما أقول وسترون ما تقول وما أقول. سترون أن عدوكم الأول أصبحت إيران، أصبح حزب الله، أصبح هؤلاء القتلة المجرمين. قولوا كلمة الحق، ولا تدعوا يد الغدر تصل إليكم قبل أن تبرئوا ذمتكم من هذا الشيء. أرجو الله الفرج لغزة الحبيبة ولفلسطين الحبيبة، وإن شاء الله يكون الفرج قريب. وكل الشكر إخوتي، وأتمنى النشر والمساعدة، وكل الشكر، وإلى اللقاء.